مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا عقلية الأسد. في هذا الفيديو سنأخذكم في جولة مميزة للتعرف على أقوى الملاعب المغربية التي تستعد لاستضافة كأس العالم 2030. من طنجة إلى الدار البيضاء سنستعرض معا أهم وأكبر الملاعب التي ستحتضن هذا الحدث الرياضي العالمي. ستشاهدون معنا التحسينات والتوسعات التي خضعت لها هذه الملاعب لتلبية المعايير الدولية، والابتكارات التي تم إضافتها لضمان تجربة مثالية للجماهير واللاعبين على حد سواء. استعدوا لاكتشاف روعة وجمال هذه المنشآت الرياضية الرائعة التي ستضع المغرب في قلب الحدث العالمي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. هيا بنا نبدأ. يوجد ملعب طنجة الكبير في منطقة الزياتن على بعد 10 دقائق بالسيارة من وسط مدينة طنجة، كما يبعد ب4 كيلومترات عن مطار ابن بطوطة الدولي و10 كيلومترات عن محطة القطار طنجة المدينة، وهو أحد أكبر ملاعب المملكة بسعة تصل إلى 45 ألف مقعد. ستصبح مستقبلا 65 ألف مقعد بسبب أشغال التوسعة المستمرة حاليا. يحتوي الملعب على حلبة مطاطية لألعاب القوة وعلى أرضية عشبية تمتد على مساحة 8000 متر مربع، وتبلغ مقاساتها 108 أمتار طولا و71 مترا عرضا، كما أنه يضم 4 مستودعات ملابس خاصة بفرق كرة القدم ومستودعين للمشاركين في تظاهرات ألعاب القوة، إلى جانب مستودع واحد للحكام وقاعة للعلاجات. يحترم الملعب معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، لذلك هو متاح لاستقبال المباريات والبطولات الدولية، وكان ضمن ملف المغرب الخاص بالترشح لاحتضان كأس العالم 2026، ويتوفر على شاشة عرض عملاقة بحجم 84 متر مربع وعلى شدة إضاءة تصل إلى 1800 لوكس عموديا و2500 لوكس أفقيا. يتوفر الملعب أيضا على موقف كبير للسيارات يتسع ل1200 عربة، كما يضم 3 قاعات رئيسية بسعة 200 و300 و600 مقعد تواليا، مع ربطها بخلايا الترجمة الفورية، إلى جانب قاعتين للاجتماعات بسعة 30 و40 مقعدا، و10 قاعات للعمل تتسع الواحدة منها لما بين 20 و50 شخصا. يقع ملعب محمد الخامس في قلب مدينة الدار البيضاء، وهو أحد أبرز وأشهر الملاعب الرياضية في المملكة المغربية. تم افتتاحه في عام 1955 تحت اسم مارسيل سيردان، ثم أعيد تسميته إلى محمد الخامس تكريما للملك الراحل محمد الخامس. يعتبر الملعب المركز الرئيسي لاستضافة المباريات الكبرى لناديي الوداد والرجاء البيضاويين، وهما من أعرق الأندية في المغرب. يتسع الملعب لحوالي 45 ألف متفرج، ويوفر تجربة مميزة لعشاق كرة القدم بفضل تصميمه المميز وأجوائه الحماسية، كما شهد العديد من التحديثات والتجديدات على مر السنوات، حيث تم تحسين مرافقه لتلبية المعايير الدولية، بما في ذلك تحسينات على المقاعد ونظام الإضاءة والبنية التحتية العامة، مما جعله مكانا مناسبا لاستضافة المباريات الدولية والبطولات الكبرى. تتضمن مرافق الملعب أيضا مجموعة متنوعة من الخدمات الرياضية والترفيهية. يضم الملعب مضمارا لألعاب القوى، بالإضافة إلى عدة قاعات للتمارين البدنية ومرافق طبية متقدمة، كما يحتوي الملعب على مناطق مخصصة للإعلاميين وغرف اجتماعات ومساحات كبار الشخصيات، مما يضمن تقديم تجربة متكاملة للرياضيين والجماهير على حد سواء. استضاف ملعب محمد الخامس العديد من الأحداث الرياضية البارزة، منها مباريات كأس الأمم الإفريقية ومباريات تصفيات كأس العالم والعديد من المباريات الدولية الودية، كما يعتبر مسرحا للعديد من الفعاليات الثقافية والموسيقية، حيث يتم تنظيم حفلات موسيقية وعروض ترفيهية متنوعة على أرضه، بفضل موقعه المركزي في الدار البيضاء وسهولة الوصول إليه عبر وسائل النقل المختلفة.
يشكل ملعب محمد الخامس رمزا رياضيا وثقافيا في المغرب، ومكانا يجمع بين العراقة والتجديد، ليظل جزءا لا يتجزأ من تاريخ الرياضة المغربية ومستقبلها. يقع ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط، ويعتبر من أبرز وأهم الملاعب الرياضية في المملكة المغربية. تم افتتاح الملعب في عام 1983، وهو يحمل اسم الأمير الراحل مولاي عبد الله الذي كان شغوفا بالرياضة وداعما لها. يتسع الملعب لحوالي 50,000 متفرج، مما يجعله من أكبر الملاعب في المغرب، ويتميز بتصميمه الحديث ومرافقه المتطورة التي تلبي أعلى المعايير الدولية. يعد ملعب الأمير مولاي عبد الله معقلا لنادي الجيش الملكي، وهو يستضيف مباريات الدوري المغربي الممتاز، بالإضافة إلى العديد من المباريات الدولية والتصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس الأمم الإفريقية. شهد الملعب عدة تحديثات وتطويرات على مر السنين، حيث تم تجديد أرضية الملعب وتحديث أنظمة الإضاءة والصوت وتحسين مرافق الجمهور لتوفير أفضل تجربة ممكنة للمشجعين. إلى جانب كرة القدم، يستضيف ملعب الأمير مولاي عبد الله العديد من الأحداث الرياضية الأخرى، بما في ذلك مسابقات ألعاب القوى والمناسبات الرياضية الوطنية والدولية. يحتوي الملعب على مضمار لألعاب القوى وغرف لتغيير الملابس مجهزة بأحدث التجهيزات، وقاعات مخصصة للمؤتمرات الصحفية والاجتماعات. واحدة من أبرز مميزات الملعب هي شاشات العرض العملاقة ونظام الصوت المتقدم الذي يوفر تجربة مشاهدة رائعة للجماهير. كما يتوفر الملعب على مرافق طبية متقدمة لضمان سلامة اللاعبين والجماهير على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الملعب على مساحات خاصة للإعلاميين ومناطق VIP، مما يجعله مناسبا لاستضافة الأحداث الرياضية الكبيرة والحفلات الموسيقية والفعاليات الثقافية. بفضل موقعه الاستراتيجي في العاصمة الرباط وسهولة الوصول إليه عبر وسائل النقل المختلفة، يشكل ملعب الأمير مولاي عبد الله مركزا رياضيا وثقافيا هاما في المغرب. إنه ليس مجرد ملعب لكرة القدم، بل هو رمز للتفاني والشغف بالرياضة في المغرب، ومكان يجمع بين التاريخ والحداثة، ليظل جزءا لا يتجزأ من المشهد الرياضي المغربي ومستقبل الرياضة في المملكة. يقع ملعب مراكش الكبير في مدينة مراكش، وهو من أحدث وأبرز الملاعب في المغرب. افتتح في عام 2011، ويمزج بين التصميم العصري والطابع المغربي التقليدي. يتسع لأكثر من 45,000 متفرج، مما يجعله من أكبر الملاعب في البلاد. يتميز الملعب بمرافق حديثة تشمل غرف تغيير الملابس ومراكز طبية وقاعات للمؤتمرات، بالإضافة إلى مضمار لألعاب القوى. تم تصميم الملعب وفقا للمعايير الدولية، مما يجعله مناسبا لاستضافة المباريات الدولية والتصفيات المؤهلة للبطولات الكبرى. يتميز بشاشات عرض عملاقة ونظام صوت متطور، مع إضاءة قوية تضمن رؤية واضحة للعبة. كما يضم مواقف واسعة للسيارات ومساحات VIP. بفضل موقعه الاستراتيجي في مراكش وسهولة الوصول إليه، أصبح ملعب مراكش الكبير وجهة مفضلة للسكان المحليين والزوار، ورمزا للتطور الرياضي في المدينة. من أكبر الملاعب المغربية، ويعني باللغة الأمازيغية ملعب الجبل، نظرا لقربه من جبال الأطلس الكبير. تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 45,000 متفرج، منها 10,000 مدرجات مغطاة، و5,000 متفرج في المنصة الشرفية، و15 مقصورة، و288 مقعدا لفائدة الصحافة الوطنية. تم بناء الملعب الكبير لأكادير شرق المدينة على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 22,500 متر مربع. بسبب الطبيعة الزلزالية للمنطقة، اضطر القائمون على المشروع إلى استخدام أحدث التقنيات
في مجال السلامة بهدف مضاعفة إجراءات السلامة. تم تشييد هذا المركب الرياضي بتقنيات فريدة في هذا المجال وبدقة متناهية، حيث استعملوا الردوم المدعمة بالإسمنت كأساسات للمدرجات. استضاف ملعب أدرار أكادير كأس العالم للأندية سنة 2013 وأيضا كأس إفريقيا للأمم للمحليين، كما يستضيف مباريات نادي حسنية أكادير. يقع ملعب فاس الكبير في مدينة فاس، وهو من أبرز الملاعب الرياضية في المملكة المغربية. تم افتتاح الملعب في عام 2003 ويعد واحدا من أكبر الملاعب في البلاد، بسعة تصل إلى حوالي 45 ألف متفرج. يتميز الملعب بتصميمه الحديث والمرافق المتطورة التي تتماشى مع المعايير الدولية، مما يجعله جاهزا لاستضافة مختلف الفعاليات الرياضية الكبرى. ملعب فاس الكبير هو موطن لنادي المغرب الفاسي، ويستضيف العديد من مباريات الدوري المغربي الممتاز، إلى جانب استضافة المباريات الدولية والتصفيات المؤهلة للبطولات العالمية. يحتوي الملعب على مجموعة متنوعة من المرافق الرياضية، بما في ذلك مضمار لألعاب القوى، وغرف تغيير الملابس المجهزة بأحدث التجهيزات، وقاعات للمؤتمرات الصحفية والاجتماعات. واحدة من أبرز ميزات الملعب هي شاشات العرض العملاقة ونظام الصوت المتطور، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتازة للجماهير. بالإضافة إلى ذلك، يتميز الملعب بنظام إضاءة حديث يضمن رؤية واضحة للمباريات في جميع الأوقات. تم تصميم المقاعد بشكل مريح لتوفير أقصى درجات الراحة للمشجعين، مع وجود مناطق مخصصة للإعلاميين ومساحات VIP لضيوف الشرف.